مصر في مواجهة أعقد لعبة سياسية وعسكرية في التاريخ، فتشبهت بالساحر اللي كل ما يرمي كارت ويقع ويمسكه ويرميه تاني، وقت تبين إنها حليفة لأمريكا ونفس الوقت بتعمل صفقات مع الصين وروسيا، في حين الشرق الأوسط كله واقف على بركان مشتعل وترامب مش سايبها تعدي. هيبعت وفد عسكري أمريكي للقاهرة عشان يوقف أقوى صفقة مقاتلات شبحية J-35 اللي لو دخلت الجيش المصري التفوق الجوي في المنطقة هينقلب لأول مرة، وأمريكا وإسرائيل مش مستعدين يشوفوا ده. الموضوع مش صدفة، بس أمريكا عندها ورقة ضغط قتلة وهو قانون كاتسا. القانون ده اتعمل سنة 2017 بعد أزمة العقوبات على روسيا، ودي كانت أول دولة يتطبق عليها، وواشنطن استخدمته أداة تعاقب بيه أي دولة تشتري سلاح من روسيا والصين. يعني مصر لو كملت الصفقة العقوبات الاقتصادية والسياسية حتى العسكرية هتكون جاهزة على الطاولة وهيعزلوها. طب وهي ليه أمريكا مرعوبة؟ لأن مصر لو جابت المقاتلة دي إسرائيل لأول مرة من 50 سنة مش هيكون عندها الهيمنة الجوية المطلقة، وأمريكا بالنسبة لها خط أحمر ما يتعداش. هي عايزة هي اللي تفضل تدي السلاح وهي اللي ماسكة كل مفاتيح اللعبة، والأهم إن مصر مش واقفة تتفرج. السيسي بيلعب سياسة معقدة وماسك العصاية من النص، من ناحية مش عايز يخسر أمريكا ومن ناحية تانية عايز يفتح أبواب تعاون مع روسيا والصين، وده اسمه اللعب مع الكبار. الموضوع أكبر من صفقة طيارة، دي مواجهة مفتوحة. وهل مصر هتعرف تعدي من فخ العقوبات وتاخد اللي هي عايزاه، ولا أمريكا هتكسب الجولة وتفرض سيطرتها زي كل مرة؟ خلينا نشوف مع بعض لأنها جاية قريب، فبالله فلتحيا مصر.